المتوسطه منها. خلي بالك بقى من الفكره دي لانها اتكررت كتير جدا في الامتحانات. في اول سنه بالنظام الجديد الفكره دي جت في امتحان التجريبي، والامتحان التجريبي الثاني كان فيه امتحانين تجريبيين، وجت بعد كده في الدور الاول واتكررت بعد كده كتير، فعايزين نركز عليها عشان ده شغل فيها شويه شغل يعني. بيقول ايه؟ يمثل الشكل البياني العلاقه بين القوه الدفع الكهربيه المستحثه في ملف الدينامو والزمن تي خلال نصف دوره. عايز متوسط القوه الدفع الكهربيه المتولده في ملف الدينامو. عايز القوة الدفع الكهربية الايه؟ المتوسطة. لازم تركز على كلمة متوسطة دي. المتولدة في ملف الدينامو خلال الفترة الزمنية من تي صفر إلى تي على 1 على 75. علما بأن الباي بتساوي 3.14% فولت. في كذا طريقة لإيجاد القوة الدفع المتوسطة. تعال ناخد قانون نحل بيه كل القوة الدفع الكهربية المتوسطة في الدينامو. القوة الدفع الكهربية المتوسطة في الدينامو EMF المتوسطة في الدينامو بتساوي سالب EMF ماكس على 2 باي في كوزين سيتا 2 ناقص كوزين سيتا 1 على ان. تعال نترجم بقى. الاي ام اف ماكس اللي هي القوه الدفع الكهربيه العظمى اللي هي على الرسمه اعلى حاجه اللي هي كام؟ 100 فولت، يبقى دي الاي ام اف ماكس. يبقى انا كده معايا الاي ام اف ماكس. معايا الباي طبعا ب 22 على 7. الان دي اسمها عدد الدورات، وعدد الدورات دي بجيبها ازاي؟ في قانون للزمن الدوري بيقول ان الزمن الدوري بيساوي الزمن بالثواني على عدد الدورات. فانا عايز ان دلوقتي، يبقى الان هتساوي تي سمول على تي كابيتال. اول حاجه لازم نفكر كده، ايه التي سمول اللي هو مديالي في المساله؟ من 0 الى 1 على 75، يبقى الزمن 1 على 75، يبقى ديت 1 على 75. تي كابيتال اسمه الزمن الدوري وهو زمن دوره كامله، ودي نصف دوره. زمن ده اسمه زمن نصف دوره. عشان اجيب الزمن الدوري هضرب الزمن ده في 2. ليه ضربت في 2؟ لان ده زمن نصف دوره، واحنا عايزين زمن الدوره الكامله اللي هو الزمن الدوري. هنحسب ده على الآلة يطلع الN بسدس، يبقى احنا كده حسبنا الN. طيب سيتا 1 لها احتمالين، يا اما بنعوض عنها ب90 يا اما بنعوض عنها بصفر. بنعوض عنها ب90 لما يكون الملف دار من الوضع الموازي. يبقى لو الملف دار من الوضع الموازي يبقى نعوض عنها بكام؟ ب90. لو دار من العمودي نعوض عنها بصفر. طيب نعرف ازاي داره من الموازي او داره من العمودي؟ لو القوه الدافعه الكهربيه اللي رسمها لي في الرسمه بدأ من الصفر يبقى هو كده داره من الوضع العمودي، يبقى الزاويه بصفر، الزاويه الاولى بصفر. لو رسمنا الرسمه كده دي الاي ام اف، ركز، يبقى كده القوه الدافعه الكهربيه كانت عظمى في البدايه، يبقى هو داره من الوضع الموازي. طيب هو كده احنا عرفنا ان سيتا 1 بصفر، يبقى سيتا 1 هنا نعوض عنها بكام؟ بصفر. سيتا 2 ديت، سيتا 2 دي بنجيبها ازاي؟ بتساوي ان في 360 اللي احنا بنسميها زاوية الدوران. يبقى سيتا 2 اسمها زاوية الدوران. بنجيبها ازاي؟ بنضرب ان اللي هي عدد الدورات في 360. طيب بعد ما عرفنا كل حاجة كده نقدر بقى نعوض تعويض مباشر ونجيب الناتج. يبقى سالب الاي ام اف ماكس هيبقى 100 على 2 في 22 على 7 في كوزين سيتا 2 اللي احنا قلنا ان اللي هي سدس، النهايه لسه جايبينها سدس، في 360 اللي هي 60 درجه، ناقص كوزين سيتا 1 اللي هي بصفر على ان اللي هي بكام؟ بسدس. تطلع الاجابه 47 و77 فولت بالتقريب. يبقى الاجابه الصح هي رقم أ. وركز ان القانون لو عايز احسب القوه الدافعه المتوسطه في الدينامو ده يحل اي مساله، بتساوي سالب اي ام اف ماكس على 2 باي في كوزين سيتا 2 ناقص كوزين سيتا 1 على ان. ان دي عدد دورات بنجيبها عن طريق تي سمول على تي كابيتال. الاي ام اف ماكس بنعرفها من الرسمه اعلى حاجه. طيب سيتا 1 لو دار من الوضع العمودي وهو هنا بدأ من الصفر يبقى دار من الوضع العمودي يبقى بصفر. سيتا 2 اسمها زاويه الدوران. طب اجيبها ازاي؟ زي ما كان بيقول مثلا دار ربع دوره، كنت اضرب ربع في 360.
سدس دوره يبقى سدس في 360، يبقى سيتا 2 هتساوي سدس ان في 360. ان عدد دورات بتساوي كام؟ سدس، تطلع 47 و77% فولت. ودي كانت فكره مهمه جدا جدا جدا، ركزوا عليها.